المذود فوق التبن مولودا رائعا محبوب معبودا فقع في الحسن يا للأمر سني حقا ها هو الرب في المغارة هلم الآن يا خلقا اسمعوا للقصة سارة قد حل الولد المطلوب ضمن المذود فوق التبن مولودا رائعا محبوب معبودا فقع في الحسن فصلات موديل التخوة خلو قد شاي إرامر مخمر ملكاي حيدا يبرمل دابش ميانك أودي توبخيان الأمور يوصف رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. بارك يا سيد. الحمد لرب الرسول وعلينا مراحمه إلى الأبد. أيها الإخوة،
كلم الله آباءنا من قديم الزمان بلسان الأنبياء مرات كثيرة وبمختلف الوسائل، ولكنه في هذه الأيام الأخيرة كلمنا بابنه الذي جعله وارثا لكل شيء وبه خلق العالم. هو بهاء مجد الله وصورة جوهره، يحفظ الكون بقوة كلمته. ولما طهرنا من خطايانا جلس عن يمين إله المجد في العلا، فكان أعظم من الملائكة بمقدار ما ورث اسما أعظم من أسمائهم. فلمن من الملائكة قال الله يوما أنت ابني وأنا اليوم ولدتك، وقال أيضا سأكون له أبا ويكون لي ابنا. وعندما أرسل ابنه البكر إلى العالم قال أيضا لتسجد له كل ملائكة الله. وفي الملائكة قال الله جعل من ملائكته رياحا ومن خدمه لهيب نار. أما في الابن فقال عرشك يا الله ثابت إلى أبد الدهور، وصولجان العدل صولجان ملكك، تحب الحق وتبغض الباطل، لذلك مسحك الله إلهك بزيت البهجة دون رفاقك. وقال أيضا أنت يا رب أسست الأرض في البدء، وبيديك صنعت السماوات، هي تزول وأنت تبقى، وكلها كالثوب تبلى، تطويها طي ردائي فتتغير، وأنت لا تنتهي أيامك. ولمن من الملائكة قال الله يوما اجلس عن يميني حتى أجعل أعداءك موطئا لقدميك. أما هم كلهم أرواح في خدمة الله، أرسلهم من أجل الذين يرثون الخلاص. بارك يا سيد. أشول المراد ولاد سماء الكلكم نعم روحه Evangelio قديشة مراني شانشيحام كارزوث محياني دامن يوحنا نشريحان مخرس حيا فرقان العلمان بلغدي ثواتي للنيثي وتشب حول شلوحي وعاد كل الرحمن زبنو خيل دبيعدد مران والوان وفروق ديلاني شانشيحام من فتحة يلود الباسا
قادشتا مريم والندين وخانوان مودينا في البدء كان الكلمة والكلمة كان لدى الله والكلمة هو الله. كان هذا في البدء لدى الله، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. به كانت الحياة والحياة هي نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. كان إنسان أرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ليؤمن الجميع على يديه. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان هو نور الحق الذي يسير الذي ينير كل إنسان آت إلى العالم. في العالم كان والعالم به كان والعالم لم يعرفه. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. أما الذين قبلوا فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله، الذين يؤمنون باسمه، وهم ليسوا من دم ولا من مشيئة لحم ولا من مشيئة رجل بل من الله ولدوا. والكلمة صار جسدا وسكن بيننا، ورأينا مجده مجد الوحيد من الآب المملوء نعمة وحقا. يوحنا شهد له وصاح وقال: هذا هو الذي قلت فيه، إن الذي يأتي بعدي كان قبلي، لأنه أقدم مني. ومن ملئه نحن بأجمعنا أخذنا، ونعمة بدل نعمة، لأن الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار حقا. والأمان لجميعكم. ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا،
المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، 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 ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، 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 ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا. برافو، أبدع الجو، برافو عليك. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. إخوتي الكهنة، الشمامسة والرهبان والراهبات، شعب المؤمن، أعزائنا قادة شعبنا بدون تسميات، أنتم أعزاء على قلوبنا جميعا. نتوجه في مستهل كلمتنا الميلادية هذه بالأدعية والتهاني الحارة بمناسبة عيد ميلاد الرب يسوع بالجسد وحلول العام الجديد 2026 إليكم جميعا وإلى إخوتنا وأبنائنا وبناتنا المؤمنين المباركين بالرب في العراق وبلاد الانتشار. في هذا العيد المجيد نتطلع بشوق إلى الطفل الإلهي المولود بالجسد في مذود بيت لحم كي يتحنن على عالمنا المتخبط بالأزمات والمحن والحروب والنزاعات والأمراض والأوبئة، ويمنحه عطية السلام إذ هو رئيس السلام، فتنعم الأوطان والشعوب بالأمان والاستقرار، فيعم نور الميلاد في غياهب الظلمات، وينتشر الفرح مبددا الحزن، وتحل العافية بدل الألم، والطمأنينة عوض الخوف والقلق. إلى الإله الكلمة الذي حل بيننا نبتهل كي يجعل العام الجديد زمن خير وبركة ونعمة تفيض على بلدنا العراق وعلى المسكونة برمتها بصحة النفس والجسد والروح، فتصفو النيات وترتقي وتثمر محبة ووئام وتضامن في العائلات والرعايا والمجتمعات. من مغارة بيت لحم حيث مريم ويوسف والطفل في فقرهم الساحر ننطلق لنبدأ حياة جديدة على خطى المسيح، هذا الإله المتجسد، الشمس المشرقة التي ظهرت للمقيمين في الظلمة وضلال الموت ليسدد خطانا بسبيل السلام.
من هذا الكلام العميق لقداسة البابا لاون الرابع عشر ندرك أن عيد الميلاد هو عيد سر التجسد، السر العظيم، حيث أشرق نور الله في العالم وصار الكلمة بشرا وسكن بيننا. أضحى الله إنسانا في يسوع المسيح، عمانوئيل، الله معنا، بين الله والإنسان، ليعيد إلينا معنى بنوتنا للآب السماوي ويمنحنا الخلاص. إنه عيد اللقاء بين السماء والأرض، بين الله والإنسان، حيث يظهر المسيح إلها عجيبا ورئيس السلام، كما تنبأ عنه إشعياء النبي قبل 750 سنة قبل الميلاد، قائلا: يدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبديا، أبا، رئيس السلام. فميلاد المسيح أيها الأحباء يفتح أمامنا فرصة فريدة وجديدة لنعيش كأبناء حقيقيين لله، متحدين به بكليتنا بالتجسد. نلنا نعمة البنوة لله، إذ لم نعد بعد عبيدا للخطيئة، بل أضحينا أبناء وورثة في الابن الوحيد الذي حررنا ورفعنا، فنحيا علاقة شخصية عميقة معه أساسها المحبة المخلصة والباذلة. وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، كما سمعنا في الإنجيل. الميلاد حدث خلاصي أبدي، ففي ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة ليشاركنا طبيعتنا البشرية ويخلصنا من الخطيئة. المسيح هو عمانوئيل. لم يأتي الله ليقف على عتبة العالم مراقبا ولا شرطيا، بل صار الله معنا. هذا الحضور لا يمحو إنسانيتنا بل يطهرها ويكملها. في يسوع تتصالح السماء والأرض، الملائكة تسبح والرعاة يسمعون والمجوس يبحثون ويسجدون، والقلوب تتعلم أن الطريق إلى الله يمر عبر تواضع الحب. يقول البابا فرانسيس في رسالته الميلادية: الكلمة صار بشرا لكي يحاورنا. الله لا يريد أن يكون مناجاة مع ذاته، بل يريد أن يقيم حوارا معنا. ميلاد الرب يسوع يحمل في طياته إعلانا لم يسبق له شبيه ولم يعقبه مثيل في التاريخ البشري. إنه الإله الوحيد الذي ولد، وللوهلة الأولى يبدو ميلاد الله صادما للعقل ومدعاة لدهشة الإيمان. فالإله يولد ويتخذ جسدا بشريا كاملا. الله ظهر في الجسد، يقول القديس بولس لتلميذه تيموثاوس. وهذا السر لا ينتقص من جوهر الله، لأن الله كامل في ذاته، ولأن المحبة الإلهية لا تقاس بمنطق الاكتفاء بل بمنطق العطاء. الله لا يحتاج إلى الإنسان، لكن الإنسان بطبيعته البشرية وحدها عاجز عن الارتقاء إلى الله. وهنا تكمن المفارقة. ما لا تفرضه الضرورة تختاره المحبة، وما لا يفرضه النقص تريد الحرية الإلهية.
فالتجسد إذن ليس استجابة لحاجة الله، بل مبادرة خلاصية لشفاء عجزنا البشري. يفتح التجسد أمامنا أفقاً جديداً لفهم العلاقة بين الله والإنسان. هي تقوم على المحبة والاتحاد الحقيقي. إنها دعوة لكل مؤمن كي يعيش هذه الحقيقة في حياته اليومية، فيشعر حينها بالله قريباً منه ومتفاعلاً معه. في قلب رسالة الميلاد أيها الأحباء، ميلاد الإله العجيب رئيس السلام، لا يمكننا إلا أن نقرأ علامات الأزمنة بعيون الإيمان والمسؤولية الوطنية. فالتجسد الإلهي ليس حدثاً روحياً معزولاً عن واقع الشعوب والأوطان، بل هو نداء ودعوة لتحويل الإيمان إلى مسؤولية، والرجاء إلى فعل، والسلام إلى مشروع وطني وإنساني قائم على الحقيقة والمحبة والعدالة والكرامة الإنسانية. ماذا عن بلدنا العراق؟ هذا ما جاء في أمنية قبطة أبينا البطريرك مرغناطيوس يوسف الثالث يونان في رسالة الميلاد في عام 2025. يقول: ما يحتاج عراقنا الحبيب اليوم هو تثبيت الاستقرار السياسي والأمني، ويشكل أولوية قصوى بعد سنوات طويلة من الاضطراب والعنف. فهذا الوطن لا ينهض إلا بتثبيت دولة القانون والمؤسسات، وبضمان المشاركة الكاملة لجميع مكوناته التاريخية، ومن ضمنها المسيحيون الذين هم مكون مؤسس في بلاد الرافدين، وإن صون وجودهم في بلدهم بما يحمله من عمق حضاري وروحي وثقافي ليس شأناً فئوياً أو مطلب أقلية، بل هو معيار أساسي لعدالة الدولة ولمستوى احترامها لتنوع الحريات. ونحن نتطلع مع جميع العراقيين إلى تشكيل حكومة تلبي تطلعات المؤمنين المواطنين العراقيين. يطيب لنا في هذه المناسبة أيها الأحباء أن نتوجه بالمحبة الأبوية الخالصة إلى أبنائنا وبناتنا في بلدان الانتشار في أوروبا والأمريكيتين وأستراليا، مشيدين بالجهود التي يبذلها رعاتهم في سبيل تأمين الخدمة الكنسية الواجبة لهم، ونثني على تمسكهم بإيمانهم بالرب يسوع والتزامهم بكنيستهم السريانية. نحثهم على العيش بمقتضى المبادئ والقيم التي ورثوها عن آبائهم وأجدادهم في بلاد نشأتهم في الشرق، يعني في العراق. نشجعهم على زرع بذور التربية المسيحية الصالحة في أولادهم وعوائلهم، مع الحرص على قدسية العائلة والإخلاص لأوطانهم الجديدة التي احتضنتهم ووفرت لهم سبيل الحياة الكريمة بروح الحرية والانفتاح. كما نرفع صلاتنا إلى الرب يسوع الإله المولود عجباً في مذود بيت لحم من أجل انتهاء الحروب وأعمال العنف في مختلف أنحاء العالم، من أجل السعي الدائم إلى حل النزاعات والصراعات بالحوار والتفاوض والوسائل السلمية. أيها الأحباء، شيء مهم جدا في هذه السنة المباركة، تمر علينا ذكرى مرور 1700 سنة على انعقاد مجمع نيقيا في تركيا، المنعقد عام 325 ميلادية، يعني في القرن الرابع، حيث اجتمع آباء الكنيسة
المطارنة والفتاركة من كل العالم، وثبتوا الإيمان بألوهية الرب يسوع ومساواته لله الآب. حدث تاريخي مهم. وأقروا أول إعلان للإيمان المسيحي، مما يشكل دعوة ملحة للسعي الحثيث إلى الوحدة المنظورة للمسيحيين على تنوع مذاهبهم، عملاً بوصية الرب يسوع أن يكون تلاميذه بأجمعهم واحداً، فيحيوا التلمذة الحقيقية له بالمحبة والأخوة. مع عيد الميلاد الرب نختتم يوبيل أيضاً سنة الرجاء التي كان قد أعلنها قداسة البابا الراحل فرانسيس بعنوان الرجاء لا يخيب، وفيها عشنا الرجاء فوق كل رجاء، وسرنا مع الرب كحجاج رجاء إلى روما وإلى المراكب المقدسة وإلى الكنائس والأديرة، واثقين بوعده بأنه لن يتركنا أبداً، بل سيبقى وسط كنيسته يقودها بقدرته ويعبر بها من ظلمات عالمنا ومآسيه إلى نور الحياة معه. في قلب هذا الليل أيها الأحبة يسطع نور التجسد فيأسر قلوبنا ويوقظ فينا رجاء جديدا. اليوم ولد لكم مخلص هو مسيح الرب، تجدونه طفلا مقمطا مضجعا في مذود. هذا الطفل هو كلمة الله المتجسدة، هو رئيس السلام، هو عمانويل الله معنا، وهو الجواب الإلهي والأخير على أنين البشرية المتعطشة للخلاص والحرية. نتمنى لجميع المسيحيين ولشعوب العالم أجمع أعيادا مجيدة وسلاما حقيقيا في القلوب وفي المجتمعات، ونطلب من الله البركة والحماية لبلدنا العزيز. نطلب الحكمة والشجاعة لحكامنا ورجال السياسة ليقودوا بلدنا العراق إلى بر الأمان والحرية والكرامة. في يوم ميلاد المسيح نرفع صلواتنا من أجل الموتى المؤمنين، من أجل شهدائنا الذين روت دماءهم أرض هذه الكنيسة، شهداؤنا الأبطال، شهداء كنيسة سيدة النجاة، وفي مقدمتهم الأبوين الشابين ثائر عبدال ووسيم القس بطرس ورفاقهم 48 من رجال ونساء وشباب وشابات وأطفال بعمر الورود، طالبين الشفاء العاجل لكل مرضى مجزرة كنيسة سيدة النجاة في داخل العراق وفي بلاد الانتشار. كما نرفع صلواتنا من أجل شهداء العراق والمرضى والمحتاجين، نصلي من أجل المسجونين والمحرومين والمنبوذين والمستضعفين في العالم. أتمنى لكم جميعا عيدا سعيدا مليئا بالفرح والرجاء، وأحملكم رسالة الميلاد أن تعيدوا أقاربكم من طرفنا من كنيستنا هذه التي هي كنيستكم، في بيتنا هذا الذي هو بيتكم، أن تعيدوا جميع أهلكم أينما وجدوا وأحبائكم وأقاربكم في الداخل والخارج. في الختام نصلي إلى الطفل يسوع أن يحفظ وطننا الحبيب العراق، ويبارك عائلاتنا، ويمنح قادتنا الحكمة لتأليف الحكومة بالسرعة الممكنة ليسيروا بشعبنا نحو السلام والاستقرار والطمأنينة والعدالة.
وليكن هذا العيد بداية لزمن جديد، زمن حرية أبناء الله. أتمنى للجميع أعيادا ميلادية مجيدة وسنة جديدة مفعمة بالرجاء والبركة. نمنحكم أيها الإخوة والأبناء والبنات الروحيون الأعزاء بركة الرسولية، أربون محبتنا الأبوية، ولتشملكم جميعا نعمة الثالوث الأقدس وبركته مع البابا لاون الرابع عشر، بسم الآب والابن والروح القدس. كل عام وأنتم بخير. ولد المسيح، هللويا، ولد المسيح، هللويا، ولد المسيح. هللويا. ثلث يلدث دمورا توني زلن ثباق به قاشش من دور دبع زرور كريم صبحاتق يوم ثدي للتبثول دوم قبر دفق الطور زايحت على امثو هوجوه بلحم الخفن إنيق حلب أخشب رد ليت ولي شورويا زبوه ولي شورويا وثل مولود وشولو مولايت لي. ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، 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 هللويا. ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، 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 ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح، ولد المسيح، ولد المسيح هللويا، ولد المسيح هللويا.
فمن قال اذكر لا عيسى ليش بتتوليد تدرك خلاصة رمرا وطبط لبطيل أمين دفق الزبان وفلاد النشف الناسح إلى الولد الأزلي الذي حبل به في المستودع البتول واحتجب في الحشا الطار الذي صنعه وذهب إلى الرعاة بالتسبيحة وهرع المجوس للسجود له ونال العالم كله الحياة بإشراقه الصالح الذي له كل الإكرام والمجد الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين آمين. أمام الرب الرحيم وأمام مذبحه الغافر وأمام هذه الأسرار الإلهية السماوية وأمام هذه التقدمة الرهيبة المقدسة يوضع البخور بيد أبينا الحبر الجليل وكلنا طالبين الرحمة والتحنن من الرب. أيها الرب الرحيم ارحمنا وأعنا. أيها الأحباء، نرحب دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. أهلا وسهلا دولة الرئيس. فباسمي شخصيا وباسم طائفتنا السريانية كهنة ورهبان وراهبات ومؤمنين كنيسة سيدة النجاة هذه نرحب بكم أجمل ترحيب في كنيسة سيدة النجاة أم الشهداء كما تعرفونها، التي شهدت على آلام شعبنا كما تشهد اليوم وكل يوم على أمل العراق المتجدد. مشاركتكم اليوم معنا ومعكم سماحة السيد والإخوة القياديين رؤساء الكتل والأحزاب والوزراء والنواب معالي والكل بدون تسميات أكيد. حضوركم دولة الرئيس ليس مجرد حضور رسمي، بل هو رسالة محبة وسلام واحتضان من راع من أب لأبنائه دون تفرقة أو تمييز. إنها لفتة كريمة تعبر عن إيمانكم العميق بوحدة العراق وتنوعه، وبأن العيش المشترك هو أساس قوتنا، وأن التنوع هو غنى للجميع. كما تعلمون لقد عانت هذه الكنيسة من أهوال العنف والتطرف، لكنها بقيت صامدة بالإيمان، قوية بالرجاء، وهي تستقبلكم اليوم أنتم رمز الدولة العراقية وراعيا لوحدة الوطن. نشكر لكم حضوركم ومشاركتكم أفراحنا بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية 2026. ندعو لكم بالتوفيق والنجاح في مسيرتكم لخدمة العراق وشعبه. نرفع صلواتنا من أجل عراق آمن مزدهر تسوده العدالة والمحبة ليعيش فيه الجميع بكرامة وسلام. تفضلوا مشكورا دولة الرئيس لتقديم التهنئة لأبناء شعبكم المسيحي بعيد ميلاد السيد المسيح والعام الجديد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب القداسة والسماحة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطيب التهاني والتبريكات نتقدم بها
إلى أبناء شعبنا الكريم وعلى وجه الخصوص المسيحيين منهم بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيدة والاحتفال بذكرى ميلاد سيدنا المسيح عليه السلام المرسل رحمة للعالمين. نسأل الله تعالى بحق رسله وكتبه السماوية وبحق الأنبياء والأولياء والأئمة والقديسين الذين مروا ببلاد الرافدين واحتضنتهم أرض العراق الطاهرة أن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا في خير ورفاه، وأن يستديم المحبة بين أهله وكل أبناء شعبه الواحد بأطيافهم وألوانهم المتآخية. تحمل إلينا ذكرى الميلاد المجيد البشارة والفرح دائما، وهي علامة استمرار الصلة بين الباري سبحانه وبين عباده في الأرض، يذكرون فيها رحمته وقدرته المطلقة مثلما يشكرون نعمته بالحياة والهداية على طريق التسليم له جل جلاله. وهنا في هذا البيت الكريم الطاهر من بيوت الله نرفع مجددا اسمه الكريم ونصلي وندعو معا من أجل العراق، ونستذكر قرابين الوطن أبنائنا الشهداء ضحايا الظلم والعدوان والوحشية، ومنهم الأبرياء الأتقياء الذين سقطوا وهم يذكرون اسم الرب العظيم هنا قبل 15 عاما. وبارتقاء الشهداء من محراب هذه الكنيسة المباركة يكون مسيحيو العراق قد أكدوا مجددا وأبدا انتمائهم إلى هذا البلد ووحدتهم في الجسد العراقي إلى جانب كل إخوانهم من المسلمين والأيزيديين والصابئة المندائيين وكل من يعبد الله الواحد الأحد وتمتد جذوره في عمق أرض الرافدين. السيدات السادة، إن عنوان التنوع في بلادنا هو بوابة نرتكز عليها في قوة وتماسك مجتمعنا، وهو ثروة لا يعرفها إلا من فقدها، ومنها تتشابك قيمنا الاجتماعية وأسباب بقاء الحضارة وتطورها في أرض الرافدين. ومن خلال التنوع الغني تمكن شعبنا من اجتياز أكبر التحديات وأخطر منعطفات التاريخ، ليس في الوقت الحاضر فحسب، إنما كان هذا هو الحال عبر التاريخ. ومن هذا التنوع انطلقت الهوية العراقية تتسلح بعمق التاريخ وبارتباطها السحيق بكل الحضارات، ووفقا لهذا الموروث الذي نعتز ونذكر به أينما سنحت الفرصة. أقول لأبناء شعبنا: افتخروا بتاريخكم وتراثكم وهويتكم، فالاحتفال بعيد الميلاد هو رسالة أمل يعبر عنها العراقيون كل عام بمحبة وأمل لتحقيق العدالة والحرية والسلام. لله الحمد، نعيش اليوم نعمة الأمان والاستقرار، وبفضل من الله سبحانه وتعالى يواصل أبناء العراق عملهم في إعمار بلدهم وتشييد نهضته المعاصرة التي أثارت الإعجاب ومسحت غبار عهود الدكتاتورية والإرهاب الظلامي، وزرعت الأمل بين أبناء الوطن الغالي. وسنواصل هذا المسار ونواصل العمل من أجل الحاضر والمستقبل ومن أجل كل التضحيات التي قدمها العراقيون للوصول إلى هذا اليوم الكريم. وستبقى كنائسنا وجوامعنا وكل بيوت الله مناراً لجمع قلوب المؤمنين. كل عام وأنتم بخير، ترعاكم عين الله جل وعلا وتحف بكم لطائف قدرته ورحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.
الله يحفظك دائما دخل العراق. سماحة السيد عودنا أيضا يطلع منه، إذا تحب تفضل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. دولة رئيس مجلس الوزراء، أبونا المكرم، السادة والسيدات الحضور، أصحاب المعالي والسيادة والنيافة، الإخوة والأخوات، عام جديد بأحلام جديدة وطموحات جديدة، وما أروع أن تكون البداية هي ولادة رسول كريم، هو رسول السلام كما يعبر عنه القرآن الكريم، يجعله رمزاً للسلام حين يذكر الله سبحانه وتعالى على لسان عيسى عليه وعلى نبينا وآله السلام مقولته الشهيرة والتي تنتهي: السلام علي، بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة مريم: السلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهو رمز السلام، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وآله هو رمز الرحمة، حيث تشير الآية 103 من سورة الأنبياء: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أحوجنا إلى هذه الثنائية، السلام والرحمة. من خلال السلام نبني مجتمعاً يرقى بأبنائه ويحافظ على تنوعه، ومن خلال الرحمة والشفقة والحرص على بعضنا نتكامل ونتحمل بعضنا ونبني وطننا على أسس صحيحة. شجرة الميلاد المجيد، هذه الشجرة الطيبة التي ترمز إلى الأنبياء والصالحين وإلى محبتنا وعلاقتنا وإلى الحياة التي تجمعنا، ونعمل من أجلها ومن أجل بنائها على أسس صحيحة. عيد الميلاد السعيد ليس مناسبة طقوسية شعائرية فحسب، وإنما هي محطة نقف عندها لنستذكر قيم السيد المسيح، قيم الأنبياء والرسل، ونجدد العهد معهم على أن نسير على هذا النهج، نهج الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. العلاقة بين العالم المسيحي والعالم الإسلامي، بين المسيحيين والمسلمين، تختزلها الآية 82 من سورة المائدة، قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، أي النصارى هم أقرب الناس إلى الأمة الإسلامية. وهذا المفهوم يتسق تماماً مع ما ذكره الإمام علي عليه السلام: الناس صنفان، أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هكذا نتكامل ونتعايش. التعايش ليس مجاملة موسمية نطلقها في عيد الميلاد المجيد، وإنما هي قاعدة ثابتة على أساس الحقوق والواجبات وإدارة هذا التنوع الجميل فيما بيننا، قوميات وأديان ومذاهب وعشائر وقبائل ومناطق إلى غير ذلك. كيف ندير هذا التنوع ونتعايش مع بعضنا ونتكامل مع بعضنا؟ في عيد الميلاد المجيد ندعو المؤسسات الإعلامية والأصوات والمنصات السياسية الكريمة وجميع المعنيين ممن يسمع صوتهم في هذا البلد لنبذ دعوات الكراهية والتطرف وللابتعاد عن شيطنة الآخر المختلف. قد نختلف مع بعضنا دينياً أو قومياً أو مذهبياً أو سياسياً أو غير ذلك من أنواع التنوع، ولكن نبقى كلنا عراقيين، تجمعنا خيمة الوطن. يجب أن تتسع قلوبنا لبعضنا كما اتسعت الجغرافيا العراقية لهذا التنوع الكبير. كل عام وأنتم بخير،
ولا بد لنا ونحن في كنيسة سيدة النجاة أن نستذكر تلك الأيام المؤلمة. وكان لي شرف الحضور في الساعات الأولى بعد تحرير هذه الكنيسة لنشاطركم ونشارككم ونواسيكم ذلك الألم الكبير بفقد عدد كبير من مواطنينا الذين كانوا يؤدون طقوسهم الدينية أثناء ذلك العمل الإجرامي والإرهابي. وتلك الدماء تسببت في هذا الاستقرار الذي نعيشه اليوم وهذه الجمعة الطيبة التي تجمعنا. كل عام وأنتم بخير والعراق بخير، وحكومة تشكل عاجلا تضمن مصالح العراقيين قوية ومتينة وتؤسس لعراق مستقر ومزدهر بإذن الله تعالى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوتي نواصل قداسنا صلاتنا، نبدأ بقانون الإيمان اللي عملونه كما سمعتم في الكلمة مالتي قبل 1700 سنة. طرف بقانون الإيمان نعم لآباء الكنيسة من 1700 سنة كلتنا نجتمع مع بعضنا وقروا هذا الإيمان. نؤمن بإله واحد وخالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله، مولود غير مخلوق، يساوي الآب في الجوهر، الذي على يده صار كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء، صار إنسانا وصلب عوضنا في عهد بيلاطس القنطي، تألم ومات ودفن وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا سيأتي بمجده العظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي ليس لملكه انقضاء. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن ومع الآب والابن يوجد له ويمجد الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، نقر ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، وننتظر قيامة الموتى وحياة جديدة في العالم العتيد. آمين. إخوتنا وأخواتنا صلوا لأجلنا ليقبل الرب قرباننا. أيها الثالوث الأقدس ارحمنا الآن وكل أوان. أيها الثالوث الأقدس اقبل هذا وخطايانا. أيها الثالوث الأقدس اقبل هذا القربان الذي نحن الخطأ على المذبح الروح الذي فوق السماء. تجاوز واعف واصفح اللهم عن خطايانا وآثامنا ومعاصينا، وعن خطايا وآثام ومعاصي جميع الذين يدعونك ويتضرعون إليك بإيمان صادق. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الذين سبقوا فرقدوا على رجائك، لا سيما الأحياء والأموات الذين تقرب هذه الذبيحة لأجلهم. صوم قالوس قريلا يسوع. أيها الإله الرحيم القدوس يا من أعطانا مائدة المقدسة روحيا بابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اقبل بعنا الرضا تقدمة هذه الذبيحة غير الدموية، وامنحنا يا رب موهبة روحك القدوس. أهلنا لندعو من قدس أقداسك
بقلب طار وضمير صالح. أنعم علينا بذلك السلام الذي منحه ابنك الوحيد تلاميذه القديسين، حتى إذا ما تبادلنا السلام بمحبة إلهية نؤدي الحمد لنعمتك القادر على كل شيء ولابنك الوحيد وروحك القدوس خاشع كل الزمان والعالم والمين. آمين. في هذا العيد المبارك أيها الأحباء فلنسلم أحدنا للآخر سلام المحبة والسلام. سلام سلام. أبدعت، شكرا جزيلا. حبيبي حبيبي الله يخليك. سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم لا كما يعطي العالم أعطيكم أنا. سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا. باسم الحب الساكن في قلبك أخي أباركك. باسم الحب الساكن في قلبك أختي أباركك. سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا. فارخمر فليكن يا رب سلامك وأنك وحبك ونعمتك وحنانك الإلهي معنا وبيننا أيام حياتنا كلها، لنرفع عليك الحمد والشكر لابنك الوحيد روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. نسجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأرباب، ونطلب منك يا رب أن تبسط من حنوك على عبيدك أولى المنحنين أمام عظمة جلالك الرهيب، وتبارك مع رعيتك المفتدات بدم ابنك الوحيد الطاهر. احفظها واصفح عنها وقدسها، واجعل أن يتلألأ على محيا رسمك الحي، ويعرف العدو أنها رعيتك المفتدات. فنرفع عليك الحمد والشكر لابنك الوحيد روحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. فلنقف حسنا يا أخوتي بالخوف والورع والطور والقداسة والحب والإيمان الحق، ولنتأمل بالتقوى فلتقدم الرهيب المقدس الموضوع أمامنا التي يقربها الحبر الجليل ويقدم عنا لله الآب رب الكل ذبيحة حياة رحمة وسلاما ذبيحة وشكرا. لتكن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ومع روحك. لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا فوق حيث جالس
المسيح الرب. يا عند رب إلهنا نشكر الرب بمخافة، إنه لواجبون ولائق. إنه لواجب ولائق أن نسجد لك ونمجدك يا من حقا أنت والله لا تعطيك الوحيد روحك القدوس. أنت أتيت بنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا، ولم تغب عن بعد افتقادنا حتى أصعدتنا إلى السماء ومنحتنا الملكوت الآتي. إننا نشكر لك لابنك الوحيد روحك القدوس هذه كلها، يا من يقف أمامه في صفوف الكاروبيم الكثير العيون والصاروفيم المسدس الأجنحة، ومنشدنا نشيد الظفر بأفواه لا تصمت وبعبارات لا تهدى، مع الجنود السماوية صارخين وهاتفين وقائلين: قديس 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 موريو حي ثونو هودم ليلون شمايو ونعو من تشبح الدين وشانو بامرو من برفدتو وعدي بذنيته بشمد ماريو ألوهان كسبوتو بامرو من قدوس وكل القداسة أنت أيها الإله الآب مع ابنك الوحيد وروحك القدوس. قدوس وكل القداسة أنت ومجدك عظيم جدا، إنك هكذا عبدت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لأجله، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. ذاك الذي أتى وأكمل تدبيره كله لأجلنا في الليلة التي أسلم فيها لأجل حياة العالم وخلاصه، أخذ خبزا على يديه المقدستين ورفع عينيه إلى السماء وشكر وبارك وقدس وكسر، أعطى تلاميذه والرسل قائلا: خذوا كلوا منه جميعكم، هذا هو جسدي الذي يكسر عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية. وهكذا الكاس بعدما تعشوا إذ مزج الخمر بالماء وشكر وبارك وقدس وذاق منه وأعطى تلاميذه الرسل قائلا: خذوا اشربوا منه جميعكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن الكثيرين.
بمغفرة الخطايا والحياة الأبدية. اصنعوا هذا لذكري كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكاس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي. إننا نذكر موتك ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني فاشملنا جميعا بمراحمك. إننا نذكر يا رب وصيتك الخلاصية وكل تدبيرك لأجل صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمة الآب ومجيئك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات وتجازي برأفة كل إنسان حسب أعماله. طبيعتك ورعيتك تناشدك لتنفجها معك في ملكوتك وتبتهل بك ومعك إلى بك قائلة ارحمنا أيها الإله الآب ضابط الكون. نحن أيضا يا رب عرفانا بجميلك نشكرك عن الكون ومن أجل الكون. لك نسبح لك نبارك لك نسجد ومنك نطلب أيها الرب الإله أشفق يا صالح وارحمنا. بارك يا سيد ما رب هذه الساعة وهي بهذا الوقت يا أحبائي، لأن الروح القدس ينتقل وينحدر مرفرفا على هذه الأخارستية الموضوعة ويقدسها، فانتصبوا بهدوء وخوف وصلوا. السلام معنا والأمن لجميعنا. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب أشفق يا صالح وارحمنا. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. حيمان اللحمون أبارم يقرب مران يشون شيخون آمين. والخاصون ودمود ليد مران يشون شيخون. تفضلوا استريحوا اللي يحب يتفضل. صالي ونفكاشا موران والوهن بعيد لهولو قديشو كلوف شكرا جزيلا عندنا كويس. جدا ممنون. أبوثا طبثوني دبري شاين قيمي كمرورا بامون لاوين بابا درومي مورغنا طيوسي يوسي وترياركو دينا ورفرمي يوسي مطرفولي تودينا وعامل شركو دخولهم افسقوا في الدريسة يشبحوا سلوت هون شروط هوينا مريون ذيك شفقوا يليسون. في عيد ميلادك أيها الرب المخلص
نصلي من أجل كنيستنا والمسؤولين فيها، وخاصة من أجل مار لاون بابا روما، ومار أغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريركنا السرياني الأنطاكي، ومار أفرام يوسف مطراننا مع الأساقفة والكهنة والمكرسين، ليكونوا رعاة ساهرين على سلامة قطيعهم الروحي بالإيمان والتضحية. من الرب نطلب. استجب يا رب، استجب يا رب، استجب يا رب. يا يسوع، يا طفل المغارة، يا من ولد في عالمنا، علمنا أن نقبل حياتنا وحياة من نعيش معهم بكل ما فيها من فرح وألم ونجاح وفشل، وهبنا الرجاء الذي لا يخيب، لأنك أنت الطريق والحق والحياة. من الرب نطلب. استجب يا رب، استجب يا رب، استجب يا رب. عاود خش صبر ودخل الله. خذني يا شراقي وقت من عمل قابل بعض. يا يسوع، يا يسوع، يا طفل السلام، اليوم أنشد الملائكة السلام لعالمنا، ليحل أمنك وسلامك في كل العالم، وخاصة في بلدنا العراق وفي الشرق الأوسط. من الرب نطلب. استجب يا رب، استجب يا رب، استجب يا رب. في عيد ميلادك يا طبيب نفوسنا وأجسادنا، نصلي من أجل كل المساكين والمظلومين والمرضى والمتروكين الذين يعانون الألم، والراقدين في المستشفيات، والمصابين بالأمراض المستعصية، أن تكون أنت وحدك سلامهم ودواءهم الوحيد وعونهم الدائم. من الرب نطلب. استجب يا رب، استجب